اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا صباح الفل والورد والياسمين، يا صباح كل حاجة حلوة، يا صباح التوفير. طالما قلنا صباح التوفير بقى يبقى هنعمل حاجة موفرة في البيت. بس قبل ما نبدأ، ندعي لإخواتنا كده في فلسطين، ربنا يرحم شهدائهم ويشفي مصابيهم وينصرهم إن شاء الله ويسدد رميهم يا رب. ربنا إن شاء الله ينصرهم على مين يعديهم يا رب. هنعمل إن شاء الله كده السمنة البلدي، آه زي ما انتوا شايفين كده بالشكل الحلو ده. تحفة يا جماعة، يعني هي كانت تحفة شكل وطعم. شوفوا شكلها، شوفوا الترميلة، شوفوا الترميلة بتاعتها حلوة ازاي، جميلة والله. احنا عملنا طبعا كذا فيديو مع بعض، بنحاول نوفر فيهم. عملنا الزبدة البلدي من القشطة، حولنا القشطة لسمنة بلدي، وعملنا زبدة التوفير برضو، الزبدة الموفرة او بديل الزبدة. وده الفيديو بتاعنا بقى، هنحول الدهن لسمنة بلدي. بصي من الاخر، يعني سمنة بلدي بمعنى الكلمة. انا جبت حوالي كيلو دهن، زي ما انت شايفاه كده، انا قطعته قطع صغيرة وهولع عليه النار، بس النار تكون هادية، النار ما تكونش عالية عليه. وكل شوية كده نقلب فيه بالشكل دوت. هتقلبي فيه كده على طول عشان كله ياخد سوا واحدة. سوا واحدة دي سوا واحد. آه زي ما انتوا شايفين كده، هنفضل نقلب كل شوية. شوفي بقى وصلت للدرجة دي. انا الدهن مش هستنى الدهن لما يحمر، اما ياخد لون معاه هو ابيض كده، هنزل عليه بكوبايتين من اللبن بالشكل دوت كده. انا هنزل بتاني كوباية اهو، والاضافة اللي بعد كده اختياري، موجودة عندك تضيفيها، مش موجودة عندك ما تضيفيهاش، بس انا ضفتها لتعزيز الطعم والنكهة دي. آه كوباية قشطة. دي قشطة وش اللبن، انا بشيلها من على وش اللبن واشيلها عندي، بحتاجها في اي وصفة اروح مطلعاها وعاملاها. موجود عندك ماشي اوكي، مش موجود خلاص، هو اللبن كفاية. وممكن كمان لتعزيز الطعم برضك، ممكن تدوبي معلقتين كبار من لبن البودرة على اللبن قبل ما تحطيه على الدهن. احنا طبعا هنفضل كل شوية كده نقلب فيه بحيث عشان ما يفرش. هو خلاص كده، انت كده بتعملي سمنة بلدي. انت لو انت بتسيحي الزبدة البلدي، بتعمل لك رغوة كده اهي. بصي خلاص كده، وريحتها يا جماعة بقت جميلة جدا. هنفضل طبعا نقلب فيه عشان ما يفرش ويدلق على البوتاجاز ويبوظ لنا الدنيا. هنقلب كده كل شوية. اللهم صل على النبي. هنجيب كده معلقة كبيرة من الملح، هنقلبها معاه بالشكل ده. وما تخافيش، يعني الملح مش هيبقى عالي ولا حاجة، هي هتاخد الحياء بتاعها بس. والسمنة ما هيبقاش فيها ملح ولا حاجة، المرطة والدهن هيمتص الملح ده كله. فهنفضل معاه كده. انا هوريكي المراحل بقى بتاعته برضو. بصي اهو بدأ اهوت يفصل، بس لسه. بصي المرطة بتاعته، المرطة من تحت بيضة لسه، لسه بيضة. بصي. مم.
هنفضل طبعا احنا معاه، وهو مش هياخد وقت يعني على النار. بصي اهو كل مدى ما بيفصل ازاي اهو. لسه بس لسه برضو المرطة بتاعته بيضة قوي، مش هينفع. دي دي بقى معلقة كركم برضو تحطيها او ما تحطهاش، ليك حرية الاختيار فيها. بس انت عارفين الكركم قيمته الغذائية عالية جدا، بتخلي السمنة بتبقى قيمتها اعلى. يعني الدهن معروف ان هو دهون طبيعية، ما بتترسبش في الجسم زي السمنة اللي بتتباع في العلب والحاجات دي. دي حاجة طبيعية يا جماعة. فانتي بتعلي القيمة الغذائية بالكركم. عايزة تحطيه حطيه. ويعني الكركم يعني معروف الفوائد الكبيرة بتاعته، بس ليكي حرية الاختيار. انا بشمها اهو، مش بشربها يا جماعة، انا كنت بشمها وبقولك ريحتها تحفة جدا يعني، ريحتها حلوة قوي بالشكل ده. هي خلاص قربت اهي. يعني بصي كل مدى ما بتسلي ازاي اهي، كل مدى ما بتفصل. مهم. بصي اهو، بصي خلاص يعني خلاص. وصلتي بقى معايا لغاية كده في الفيديو؟ ما تنسينيش بقى باللايك والتعليق حلو، وتقولي لي بتتابعيني منين. بالشكل ده بصي، جميلة والله يا جماعة، جربوها ومش هتندموا. الله على الجمال. بالشكل ده انا بقى هطفي عليها النار، وهسيب المرتة بتاعتها تحمر بالسخونية بتاعت الغليان اللي حاصل ده. انا بعد كده صفيتها بمصفى، وحطيتها في البرطمان زي ما انتوا شايفين كده بالترميلة والشكل الجميل ده. بصي الترميلة بتاعتها حلوة والله العظيم يا جماعة، جميلة. وسمنة بلدي بلدي يعني، مش كلام بس يعني، جميلة والله يا جماعة. السمنة البلدي بقت بكام دلوقتي؟ بقت بأسعار يعني خرافية. بصي اهو، بصي بقى لما سبتها، بصي التحميرة بتاعت المرتة دي هي دي المطلوبة. لو انا بقى طفيت عليها وهي لونها كده في الحلة، كانت المرتة اتحرقت وغيرت طعم السمنة. انتي قبل ما تاخد لون تطفي عليها وتسيبها ايه تكمل سواها بالسخونية بتاعت السمنة بالشكل ده. كيلو الدهن عمل لي كيلو من السمنة البلدي كده زي ما انتوا شايفين بالجمال والحلاوة دي بالشكل ده يا جماعة. شكل جميل والله، جميل جميل، حاجة موفرة في البيت ونضيفة ومضمونة جدا 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 بالشكل ده. ال ال اللهم صل على النبي. المرطة اللي طلعت دي ممكن بقى نحطها على اي حاجة، اي حاجة. السلام عليكم.